السيدات والسادة الحضور، أهلا بكم في عين جمل شو. دلوقتي off and live an unforgettable night with your improv comedy phenomenon عمر الجمل in 5 4 3 2 1. Here we go. من غير يا ابني المزيق سقفولي. جماعة وحشتوني جدا جدا. انا مستغرب كل حاجة، مستغربكم، مستغرب الجاكيت ومستغرب البنطلون ومستغرب الراجل اللي واقف جوه ده. عاملين ايه؟ في كام حد ثانية واحدة، ممكن لو سمحتوا استأذنكم، في كام حد حضر قبل كده؟ حلو، مش هنشوف، نزلوا ايديكم. استاذنكم الناس كلها تطلع موبايلاتها وتشغل الكشاف، بس تخلي الكشاف على رجلها باصص لرجلها مش على وشهم، عشان الموضوع شكله مرعب. ما حدش يعمل كده، خلوه على رجلكم كل الناس، ما حدش يتذائب في كشاف كل مره. في كام حد حضر قبل كده؟ نزلوا. في كام حد اول مره يحضر؟ يا مرار الطافح. طيب، عين جمل هو انتراكتيف كوميدي لايف شو، انا حافظها كده. ده معناه ايه؟ ان العرض ده هو عرض كوميديا تفاعليه، بمعنى ان هو قايم على حضراتكم، فلو حضراتكم لزاز الحفله لذيذه، ولو حضراتكم مش لزاز انا خدت فلوسي، فعادي جدا هخلص الحفله وهنسى ان الحفله كانت وحشه بالفلوس. طيب بصوا، انا للامانه كواليس الحفله دي غريبه جدا جدا بالنسبه لي. انا بقالي فتره كبيره موقف، ومن ساعه ما اعلنت عن هذه الحفله وبدا يحصل حاجات غريبه جدا وحاجات غريبه عادي. ابدا بايه؟ تحبوا ابدا بايه؟ الجد؟ لا، هبدا بالعادي. الحاجات الغريبه عادي. انا امبارح راجل عندي حفله النهارده، فكنت بستعد للحفله، فقاعد على القهوه انا وصلاح بنراجع العظمه اللي انتوا شفتوها، الاغنيه اللي احنا قعدنا نشغلها دي. واثناء ما احنا بنراجع زهقنا، فبدانا نلعب شطرنج بدون سبب. وبعدين احنا بنلعب شطرنج، لعبنا جيم، خسرت جيم، كسبت، نلعب اخر جيم، فانا بكش الملك بقى، واللي هو كده سمعنا صوت هدد، صوت حاجه حصلت. فانا قمت قلت ايه؟ عربيتي. قلت ايه كده؟ او قمت قلت عربيتي. فقال لي لا لا لا، والقهوه كلها جريت بره. صلاح دخل قال لي عربيتك. والله طلعت، انا مش عارف القصه دي بتضحك ولا لا، بس انا حاسس ان انا محتاج اقولها عشان انا صعبان على نفسي. بصوا، انا طلعت لقيت العربيه، او اللي كانت عربيه. بصوا، انا لقيت الاربع بيبان بس، لا كبوت ولا شنطه ولا حاجه. حلو. انتوا في حد حضر؟ في ناس امبارح في اثناء الخناقه اللي كانوا بيضربوا الراجل اللي عمل الحادثه بدون سبب، عشان احنا منطقه غير سويه، قال لك كده عمل حادثه نقتله، قعدوا يضربوا الراجل وهو بيغمى عليه اصلا، هو اصلا يعني بيغمى عليه كده. في ناس اثناء ما احنا بقى بدانا نتعصب وكده، واحد جه مسك دراعي كده وقال لي انا بكره في اركان. ده جه بقى ولا اتمسك؟ الناس واقفه، انا واقف بحسس على الاكسدام، بشوف انا هعمل ايه. وحد جه قال لي بس الاردن ايه؟ والله ده حصل. الناس انا كنت لسه بغسل العربيه، ايام ما كان عندي عربيه، كنت بغسل العربيه من فتره، والراجل بتاع المغسله كلمني قال لي يا فنان العربيه خلصت وبتاع. فروحت استلم العربيه، فلقيت زحمه، فقلت ايه ده فنان وبتاع، فرايح بحيي جماهيري يعني، رايح اعمل كده، لقيتهم بيتخانقوا عشان مش عارف الراجل حط رجله على الشلته بتاعت، ففي خناقه بقى. فدخلت في العربيه بتاعتي، بدات تستخدم كمسرح جريمه، يعني واحد ماسك، ايام ما كان عندي عربيه برضه، واحد عمال يخبط دماغه بيخبط دماغ التاني في البتاع. المهم دخلت حوشته ومش عارف ايه، واثناء الحوش وبحوش وخلاص يا جدعان مش عارف ايه، واحد قال لي على النعمه الافيهات، فانا في الخناقه انت ما ينفعش دلوقتي تعبر لي عن حبك لفني. ما هو انا دلوقتي وضعي كان انا واقف بشبشب بتخانق، فن ايه بقى وزفت ايه؟ فالحقيقه ان الموضوع غريب قوي. انا بقى
على ذكر الغرابه، انا النهارده طبعا جيت باوبر، وده انا بقالي كتير قوي ما ركبتش اوبر. انا بركب العربيه والعجله وتوك توك، انا دي المواصلات اللي في حياتي. المهم ركبت اوبر عشان جاي زايد، فانا نفسيتي تعبانه وبتاع وعربيتي متدمره كده، فقلت الراجل ما تشغل لنا حاجه هدي اعصابي. فشغل لي اغنيه بتبدا بحاجه. صلاح ممكن نشغل الاغنيه هسمعها لكم وبعد كده هقول لكم انا فصصتها ازاي. صلاح الاغنيه اللي مش جايه تشغل 2 1 هنسمعها مع بعض، ركزوا بس. هدي الاضاءه هدي. انا قاعد جنبه كده وهو متاثر كان عبد الوهاب بيغني. اكل العسل حلو بس النحل بيقرص، شرب الحشيش مزاجه عالي والراجل اللي هيجي ويكرس. اكل العسل حلو بس النحل بيقرص، شرب الحشيش مزاجه عالي والراجل اللي هيجي ويكرس. بصوا افتراضات بقى، بصوا. لحم تاكله ولحم ياكلك، لحم تشمه لحم يشمك، لحم تقرف منه ولحم يكفيك شره. في لحم تاكله ولحم ياكلك، لك ولحم تاكله لحم يشمك، لحم تشمه لحم تقرف منه، لحم يكفيك شره. اكل العسل حلو بس النحل ثواني انا في جزء بيقرص. مستنيه. شرب الحشيش مزاجه عالي والراجل اللي هيجي ويكرس. على ينفع في شتاء او صيف. هو ايه DJYusuf.com. انتوا بتسقفوا على ايه؟ ده سؤال. ده مبدئيا هل انتم نفس الجمهور الغير سوي اللي بيجي كل مره؟ انتوا الجمهور المختل؟ برافو. تعالوا بقى نرجع نعمل مراجعه للاستاذ عماد بعرور. الاستاذ عماد بدا قال بعد ما ادانا رائعه بالمعرفش الاله ايه، قال اكل العسل حلو. دي رساله لاطفالنا عشان ياكلوا. قال لهم بس النحل ايه؟ بيقرص. مش معنى ان اي حاجه حلوه ان احنا نقرب منها. العيال دي هتطلع محبطه. فرد عليهم قال لهم شرب الحشيش. راح بات مزاجه عالي. وبعد كده راح قايل بقى سابنا الافتراض الراجل اللي هيجي ويكرس. يعني انت شوف بقى ايه ده؟ انت دور ايه التكريس ده؟ حلو. وبعدين بدا يدي فعلا افتراضات زي بقى ايه؟ في لحم تاكله صحتنا، لحم ياكلك زومبيز، لحم تشرب منه، لحم يكفيك شره. وبعد كده جاله لاك من قال لك بدا يفوق لنفسه. وبعد كده راح عامل تيزر كامبين. قال لك اله وبعدين ادانا احساس ان هو هيكمل. راح قايل اله تاني اخر واحده. وبعد كده نزل بكامبين بقى. راح قايل ينفع في شتاء او صيف. هو ايه؟ العنب بقى. وقال معلومات بديهيه احمر واخضر واصفر. انا الموضوع لمسني لان انا بشتغل في الاعلانات فحسيت ان هو مش معقول لما كنت بشتغل. المهم الفكره في ايه بقى يا جماعه؟ ان انا جاي من بيئه الناس تزعل السبت دي. احنا عندنا سبت. تعالوا في كام حد هنا يا جماعه كشافات معلش كان بيلعب في الشارع؟ الله الهرم كله هنا ولا ايه؟ اول مره يجي ناس ماشي. تعالوا هسالكم على فرضيه. تعالوا نفترض فرضيه وعايزكم تجاوبوا عليا. لو انت دلوقتي راجل شرير مش هتورد على جنه، راجل شرير جدا وفي اطفال بتلعب تحت بيتك وانت مش عاوزهم يلعبوا، هتعمل ايه؟ ترش ميه غلط هتعمل ايه؟ هتقطع الكوره غلط هتعمل ايه؟ هتزعق ازعق هترمي طوب عليهم. ايه ده؟ دي بنت اختي. ايه تاني؟ ايه؟ اعزل ازاي؟ طب هل لو انا بلعب تحت بيتكم وانت مش عاوز تعزل ممكن تجيب لي شقه؟ هكون ممنون يعني. احنا كنا بنلعب كوره ففي راجل طلع ما اداش اي انذارات، حدف علينا ايه؟ بطيخ. والمصحف حدف بطيخه
فنزلت انفجرت في المكان اللي نلعب فيه. فاحنا كاطفال سذج عملنا ايه؟ خدنا ما تبقى من البطيخ شطفناه وكلناه. فالراجل بدأ يحدف بطيخ نون ستوب بطيخ. ده مرعي البريمو هو معاه عارف خوليو عمال يحدف بطيخ، والعيال عماله بقى بدأوا عند مرحله في الاول كانوا بيتفادوا البطيخ، وبعد كده بدأوا يبقوا بيلعبوا صيادين السمك. قولوا يا زميلي العب يا زميلي. انا كنت بلعب استيميشن بعد الفطار في رمضان على القهوه، قاعدين بنلعب 4 هارت 5 قارون. انت بتهفتق، محدش يسالني يعني ايه بتهفتق، يعني بتطلب غلط، بتهفتق وبتطلب غلط مش عارف ايه. وبعدين حصل لغط في الترابيزه اللي ورانا، لغط يعني لغط حلو. فايه وانا زميلي لا معناها حرام يعني هقول لك. ففي حاجه بتحصل ورانا مش عارفين في ايه. وبعدين سمعنا صوت ايه؟ عيار ناري حلو. ايه اللي طار قدامي على الترابيزه؟ صباع انسان، مش صباع من بتاع عماد بعرور، صباع. فالصباع بيلعب والناس قامت جريت، فانا مش عارف اعمل ايه فساكت عامل كده. بدات اسمع حد بيقول ايه؟ اكرم الميت دفنه، اكرم الميت. فحلو، فقمت بقى، انا لازم اقوم خلاص، اكرم الميت دفنه. فطلع مين اللي بيقول اكرم الميت دفنه؟ صاحب الصباع. ومين الميت؟ صباعه. رافض يتحرك من مكانه الا لما يدفن صباعه. هو بالنسبه له صباعي ده فارق ايدي يبقى يتدفن. فالناس عماله تقول له والله هنتفنه، وانا عمال اقول لهم طب ما نجيب تلج نحط الصباع في ايس بوكس يركب. الراجل عايش حياته خلاص بلا صباع. استاذنك تولع لهم النور. انا هستاذنكم ومش هنسى المره دي، كل واحد يكتب اسمه في الورقه. المره فاتت نسيت في الحفله وكان مرار طافح بقى، كنا بندور على صاحب الورقه. كل واحد ايه ده؟ الله انتوا شكلكم حلو جدا يا جماعه، سقفوا لنفسكم. انا اول مره اشوفكم اصلكم، انا كل ده شايف اول صف، فعمال اقول دول ابو 600. استاذنكم كل واحد يكتب اسمه ويكتب ايه اغرب حاجه شافها او سمعها او اتحكت له او موقف عاشه غريب. موقف غريب. الكي وورد النهارده الغرابه. ملامحكم صعبه، انتوا كلكم باصين، انا مش هينفع اقول لكم تكتبوا ايه. كل واحد فهمتوا؟ هشغل لكم الاغنيه. It's out of date. Use your private parts as per. زعلان ليه؟ ايه ده؟ Dumb ways to die. يا عم بقول لك خد 4 ورا. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. خلاص يا صلاح اقفل الاغنيه. بلا بي هابي بلا بي زفت. حريت مع بي هابي. يلا يا جماعه. طيب مرام منصور فين مرام؟ هنتفق بقى على حاجه، اي حد اسمه هيتنده هيولع بكشاف الموبايل. ليه؟ ايه ده يا جماعه؟ ده انتوا فارشين بايه هنا؟ معاك 70 جنيه. هما ايه ده؟ ايه يا اسطى عملنا كام؟ انتوا بتفرزوا؟ طيب انا بخاف احمر اي حاجه عشان بخاف اتلسع. مامتي كانت بتحمر بانيه وانا معديه من وراها بجيب حاجه من الدرج. الزيت نط من الطاسه وساب ماما وحرقنا انا برضو. حظ نيله. ايه؟ دي ستوري والله؟ ترو ستوري؟ ايوه انتوا بتيجوا تصححوا لي انا بسمع، مش هنبدا بقى. ايه بقى الموضوع؟ هشرح لك والله. بص اتفضلي. انا بخاف احمر عامه، ماشي؟ انت إيه؟ قلت حاجه غريبه. بخاف احمر بطاطس، احمر بانيه، ما بحبش اتعامل مع الزيت. طب عمر انت لسه لسه ما خلصتش القصه. استنى انت انا بحمر بطاطس، بحمر بانيه، بحمر. لو تشوف لي حد عنده قلايه ربنا يبارك الله له. اتفضل. ليه بقى؟ عشان بخاف اتلسع. مش محتاجه بقاوم. انت بتحمري بانيه عشان بتخافي تتلسعي؟ مش بخاف. اكل العسل حلو بس. ايوه. لا نرجع من الاول. انا بخاف احمر. يا ستي خش في الموضوع. هو انت جايه انترفيو؟ انا هعمل اي حاجه، اغسل صحون، لكن احمر نو جامي. بغض النظر يعني بخاف اتحرق، فمامتي هي اللي بتحمر ده مش غريب يا مرام، احنا كلنا بنخاف نتحرق.
ايه الغريب في انك بتخافي تتحرقي؟ ان الزيت نط من قدام. على فكره انت مش حاسس بيا، انت كده ما اتحرقتش قبل كده. لا انا مش حاسس بيك، انا ما اتلسعتش. بالظبط. انا مره هقول لك على حل. اي حد يا جماعه بيتلسع من حاجه، اي حد يدلق عليه حاجه يجيب زيت بس مش سخن. لو اتلسع بزيت سخن يجيب زيت مش سخن يحطه على ايده ويدهنه. زيت اكل عادي. هيتلسع موت، فهيعرف ان هو كان في نعمه، وبعد كده يغسل ايده هيلاقي نفسه خف. ودي متجربه، لان انا مره الكراف بتاع اللبن وانا شغال في مطعم انفجر فيا، فالراجل جه حط دلق عليا زيت وكنت خايف قوي يعمل لي مساج. ميرسي يا مرام، ميرسي. بدايه مزيته للحفله. ميرسي يا مرام. شكرا. احمد عيد سعيد كاتب حياتي مع ظروف شغلي. ايه يا جماعه ده؟ معقوله عايش وبتشتغل؟ غريبه. كان الحفله دي للمتوفيين. اتفضل. لا مش كده، الموضوع غريب قوي بالنسبه لي. في اخر فتره في حياتي بقيت مجرد اصحى من النوم ابص على التليفون، مكالمه في الثانيه الاقي نفسي بقفل التليفون عشان انام بس، واصحى على مكالمه تاني وهكذا، مكمل على كده. طب ما تكتب قصه حياتك فيلم، ده حلقات ايه؟ ايوه. بس ده الغرابه في الموضوع ده، انا مستغربه بس. طب احنا مبدئيا مش هناخد ورق من هنا تاني، لان انتوا واضح ان انتوا لسه واصلين الدنيا قليل. انا بحمر بزيت سخن وانا بشتغل. غريبه. انا كان نفسي اعيش على الالتقاط. احمد عيد سعيد. سلمى يعقوب. بس دي صحة امضى. معلش، هي لقت ورقة وقلم قالت بس. بوسطة. فين سلمى يعقوب؟ انا كتبت اسمي بس ما عرفتش اكتب. ما تخافيش، محدش هيعمل لك حاجة. مبدئيا انت في امان يعني. هي ليه بدأت الموضوع من النص؟ ما حدش عمل لي حاجة والله العظيم، انا كتبت اسمي وهم خدوا مني الورقة. قلت له بنص الوقت يا سلمى. نعم. لا سلمى اصحي وكلمينا. ايوه. مفيش حاجه غريبه. انا ما جاليش حاجه كده. مفيش حاجة غريبة، انت احساسك ده احنا حاسين. لا هو في حاجة غريبة يا سلمى. للأمانة يعني. لأني أنا مش شايف فبتخيل. فأنا متخيل دلوقتي أنا مش حاجة والله العظيم. أنا مش فاهم. طب عايزة تقولي حاجة يا سلمى ولا أجي لكم وقت تاني ولا أعمل إيه؟ شكرا. فين ان ده حاجز في غرفة ياهو. ان طب انت مبدئيا يا ان كتبت مفيش. طب انت يعني انت كتبت اسمك ولا مفيش والله. في حاجة غريبة؟ لا مفيش والله. تمام حبيبي شكرا. استاذنك لو اشتريت بثمن التذكرة. الموضوع مش على هوايا بعد اذنك. مفيش يا جماعة. ان ايه؟ هي اصل ايه الحفلات قرف جمهور ايه شكله. ايمن العزبي، ايمن العربي. اغرب حاجه في حياتي اني بحب حماتي. الله اكبر. عايزين محشي. فين ايمن؟ مش انا اللي كاتب، هي اللي كاتبه. ايمن. نعم. ممكن تقول على كشاف عشان ما بقاش عبيط. ده كشاف ماشي. مين اللي كاتب الورقه يا ايمن، انت ولا حماتك؟ لا انا بس، مراتي جنبي. طب لا، بس بتحب دي- حماتك ليه؟ لا بجد. لا بعيدا عن بجد ولا مش بجد، مش احنا هنكتشف انت بتحبها ليه. كل الصفات الحلوه فيها موجوده فيها. انت مش مصري؟ لبناني. طيب ايوه ماشي. والله كل الصفات حلوه فيه. برني عيونها بتقول لها يا الماما دخيلك مع ايوه. انت منين؟ من لبنان. كل الهزار اللي عندي ما ومراتك مصريه؟
لا انتوا جايين من لبنان تحضروا لي؟ لا احنا مقيمين والله هنزل اسلم عليكم. احنا مقيمين في مصر. انتوا مقيمين في مصر؟ نعم. طب ما تتكلم مصري. بقالك قد ايه في مصر؟ 10 سنين. ايه اغرب حاجه شفتها في مصر؟ لا كتير. قال لك لا كتير. لبناني ده حماته، لكن عايزين حاجات غريبه. بلاعه دي عامله كده ليه؟ ايوه. قول لي حاجه واحده اغرب حاجه في مصر. السواقه. ايه الغريب في السواقه؟ ما انا عربيتي اتعجنت قدام القهوه امبارح. لا انت تنزل لبنان وتشوف السواقه وسعدان. انا هنزل لبنان وسيبني انا هشوف اللي انا عاوزه، مالكش يعني انت ابعت لي وانا هنزل اشوف اللي انا عاوزه. احمد حني، ايوه ده من عندنا ده. انا شغال دكتور. ايه ده؟ انا شغال دكتور. اغرب موقف مره عيان. طب استنى اقراها لوحدي احسن. ايه؟ انا شغال دكتور. اغرب موقف مره عيان كان ماسك في خناقي عشان كان بيشتكي، وفي الاخر طلع التقرير ما عندوش حاجه. قصه غريبه جدا. يا ترى مين البطل؟ في لا كاتب لي دكتور وبعد كده عامل لي سهم قال لي اشعه. عشان انا لو تجيب لي شغل. انت مين بقى؟ احمد حني، احمد حلمي، احمد حري. عندك مشكله في حرف الان يا احمد. فين هو؟ خلاص انت بتعمل عندك كسر هنا. انت اسمك احمد ايه معلش؟ حيني. ده من مصر؟ لا مصري. احمد حيني. خلاص ما ركزش على اسمي قوي. يا عم انا خلاص اللي اسمي تامر يعني مش مهم. اتفضل. ايوه. لا هي الفكره كلها ان العيان بيجي يعني بيشتكي بقى ودافع ومكلف ومصاريف اشعه وبتاع، وفي الاخر هنحول له انت كويس يعني سليم ما عندكش حاجه. فكل العيانين بيستخسروا الموضوع يعني اللي هو يعني انا دافع وبتاع. حرام ده فقد الشغف خالص. وجاي لي في عيانين والله العظيم بتيجي تقول لي اعمل اشعه يا عم اعمل اشعه. وانا والله العظيم كفران والدنيا على اخرها. بالظبط. احمد ربنا يا اخي. حاجه في الاعلانات. ايوه والله بقول له احمد ربنا يعني. بس هو لا انا دفعت فلوسي يبقى لازم اعرف تشخيصي ايه. طب انت ما عندكش حاجه، طيب اعمل لك ايه دلوقتي؟ شفت الحاجات الغريبه اللي في مصر يابا؟ ناس رايحه الدكتور اشعه عايزاه يشخصها. انا عندي قصه مع دكتور اشعه. لما عملت حادثه. كم حد عارف عن الحادثه؟ انا عملت حادثه موتوسيكل حكيتها عنها كتير قوي. عملت حادثه بالموتوسيكل بعد ما ايديا اتكسرت ومرار طافح كده. المهم ان انا اكتشفوا بعد كده ان رجلي، انا كنت قاعد ساند فرجلي كانت انا ساند كده يعني انا قاعد وعامل كده بس رجلي ايدي هنا. فالدكتور قال لي انت ايه رجلك متعوره ولا ايه اللي انت حاطه؟ فقلت له حاطط حاجه. طلعت دي ركبي كانت هنا. حلو. فروحت علشان اعمل اشعه. فالراجل قال لي هتعرف تنام على السرير؟ قلت له لا. فقال لي طب اقف واحنا هننزل الجهاز ومش عارف ايه. ودخل ورا الاوضه دي فانا واقف عامل كده. عمال يقول لي لا اقف عدل. عمال اعمل كده. قال لي لا اقف عدل. قال لي لا ما تقفش بالجنب. وطلع بدماغه لقى ان انا ركبي بصه هنا. يعني انا ركبي دي هو فاكر ان انا واقف عامل كده. والمصحف الشايف. اقول لكم حاجه على الحادثه عمري ما حكيت هذه القصه. انا ما وقعت. انا كنت راكب موتوسيكل على الدائري وتريلا جت عكس على الدائري الساعه 12 الظهر. قلب نور عالي وزمر فانا اتخضيت فوقعت. ماشي. انا وقعت وانا ماشي على 40. فلما رحت الطوارئ قلت لهم استروا عليا يعني حلو. مش دي بقى القصه. انا لما وقعت انا لابس خوذه بقى اتعملت كده وفيها شرخ وايديا ايديا مكسوره كسر اللي هو لو مش دكتور اشعه هتعرف يعني هي باين انها مكسوره. لو اي ضرير معدي هيحسس هيعرف. حلو. فعمال اشاور بقى للناس عشان حد يقف لي. موبايلي مش شغال وتعبان ومكسور وبتاع. وبعد كده ايه جه ميكروباص الامل. عربيه تمنيه جايه من بعيد تريبيت وعمال برضو يقلب نور وبتاع. فانا بدات اقول بس اخيرا ولاد الحلال وهم دول ابناء الشعب وبتاع. فوقف. انا واقف عامل كده لابس خوذه والموتوسيكل واقع منزل زيت واقف عامل كده وتعبان. راح واقف عمل لي. فانا قلت له ما تقلقش انا بعيد. قال لي تجمع. قلت له ايه؟ قال لي تجمع. قال لي خامس. قلت له انا مش معترض على نوع التجمع. في ايه في شكلي يوحي ان انا واقف على الدائري لابس خوذه ورجلي مكسوره وواقف بروح شغل. فقال لي ايه بقى؟ راح قال لي يا لهوي قلب اخوك. ونزل عدل لي الموتوسيكل وقلعني الخوذه. وبعد كده قال لي معلش
مش انا عشان ايه اللي بيقف بيحاسب على المشاريب وانا صايم. فين طب انت كاتبالي حاجه وبعد كده قلت لي خد بالك هو قاعد جنبي، وبعد كده قالت لي حلوه صفقه الاقلام المره دي. اقول طب انت مريم، اقول هو قاعد جنبك؟ ما انا هقول ويترمي عليك اليمين، انا هسبب انا في تدمير اسره؟ طيب خلاص انا هي مصممه. شخير جوزي وهو نايم وبين قوسين خد بالك قاعد جنبي، هقلق لو نايم، انما لو صاحي وتبقى مصيبه. ايه الغريب في شخير جوزك اثناء ان هو نايم؟ الجمله كلها غريبه يعني، بتدور على موقف غريب وكله غرابه. بالراحه واهدي خالص ومش هعمل لك حاجه. استفسارك على نفس الرقم؟ ايه الموضوع؟ اديله المايك طيب عشان واضح ان انت خايفه. الشخير عادي يعني، بس هي بتتخض شويه يعني، نوع الشخير بتتخض منه. ايه في ايه؟ وانا اكتشفته بعد الجواز يعني، ما كنتش عارف انه بشخر كده يعني. انت اخ وحيد؟ لا بس بنستر على بعض، الاخوات بيستروا على بعض. انت انت اخواتك كانوا كلكم بتقعدوا ولو حد ما بيشخرش ممكن يلعب بيز. طب انت لما اكتشفت ان هو بيشخر وهو نايم بيشخر وانا اسف بيشخر وهو نايم والمصحف ما قصدي بيشخر وهو نايم يا نهار اسود منيل يا ستي وقعتينا في الغلط. افرضي قام لي وشرح لي هو بيعمل ايه. انت لما اكتشفتي ان هو بيشنوركلينج قبل البتاع سنوركلينج بيعمل عملتي ايه؟ ليه بالظبط؟ ايه؟ هكتشف كده ازاي يعني؟ انت امال مين اللي اكتشف؟ اكتشفت. مين اللي اكتشف يا ست؟ ما تخضناش عليك. اكتشفت بعد الجواز. ايه السؤال؟ يا نهار اسود انا كل ده باصص لناس تانية. انا عملت نفسي برمي افيه، رحت اشوف حجمه لقيته ممكن يفشخني ضرب. فايه والله العظيم وصلت بلد وما عرفتش الاقي الاوتيل اللي حجزته. اميره غريبه، عرفتي تسافري يا اميره؟ نعم. يا جماعه وانتوا جايين انتوا نمتوا؟ نعم سيبني بس شويه، خد 5 ورقات وارجع لي. يا اميره. نعم. الله ينام عليكي. انت لسه واصله البلد حالا يعني؟ انت لسه جايه؟ احنا عندك جيت لاج؟ ما فهمتها لي. ايوه لا اصل كنت صغيره ولسه متخرجه من الجامعه واول مره اسافر لوحدي، فاتخضيت ان الاوتيل قعدت ادور عليه كتير قوي ما لقيتوش. ده كان في بلد ايه؟ تشيك. بلد ايه؟ تشيك. اللي تشيك دي فين دي؟ دي اوروبا؟ اوروبا والله ما اعرف. هي انا بكلمها غصب عنها؟ لا. انت بتشاوري؟ لا ما انا مش شايف. وبعدين المشكله كمان ما عرفتش احط اللوكيشن على جوجل مابس عشان هما اللغه بتاعتهم ما فيهاش حروف انجلش. مش عارف اهزر لان انا مش فاهم حاجه خالص. والمصحف ما اللغه بتاعتهم ما فيهاش حروف انجلش. قال التشيك دول بيتكلموا ايه؟ تشيكي؟ امال محمود اسامه كنت راجع من العين السخنه بالليل ولمبه البنزين نورت. ايوه تعالى لي كده. ولمبه البنزين نورت ودخلت طريق غلط ومشيت ورا واحد معرفوش كان فاكرني ابنه وماشي وراه. وديني اللي توهه الزعفرانه. لما اكتشفت ان انت مش ابوه وهو مش ابنك، ولا هو كان فاكرك انت ابوه؟ كان فاكرك انت ابنه؟ انا كنت راجع من السخنه. خطك وحش يا اسامه. انا عارف
بس حاسس الجزء ده برضو، امال لو رجعت لكم انتوا. اتفضل يا بيه. كنت راجع من السخنة بالليل في العربية لوحدي وانا في الطريق لمبة البنزين نورت، وغالبا دخلت طريق السخنة القديم مش الجديد اللي هو حارات ومنور فقلقت ان العربية تقطع بنزين، وكنا بين فحرقت بقى، دوست بنزين عشان تحاول بقى ايه توصل للراجل. لقيت الراجل ده ماشي بالراحة ومولع فلاشر الستوب، فمشيت وراه فشاور لي من الشباك كده اللي هو خليك ورايا، ففضلنا روح انت على البيت. ايوه روح امك والله ما هكمل معاها. ايوه. ففضلت ماشي وراه كده لحد ما وصلنا الكارته بتاعت النقل اللي على الطريق، ونزلت اشكره يعني ان هو كمل معايا الطريق، فقال لي راح سايب العربيه وجاري. فهو قال لي انت مين؟ قلت له انا ماشي مع حضرتك بقالي ساعه في الطريق. قال لي انا كنت فاكرك ابني، امال ابني فين؟ انت سكران ولا انت مين؟ بس فقعدت معاه نص ساعه تانية بقى لحد ما ابنه وصل الحمد لله. عارف انا ايه اغرب حاجه في اللي انت بتقوله؟ ايه؟ ان انت كنت عايزه يبقى عارفك عشان بقالك ساعه ماشي وراه. لا انا هو عشرة يا راجل ده احنا يعني. عشرة، ده احنا فوانيس. أيوه. ده احنا ملمسين فوانيس. لا يعني هو كان فاكرني ابنه، فانا فضلت مكمل معاه لحد ما ابنه جه نطمن كلنا كلنا يعني. يعني. انتوا الاثنين محتاجين تروحوا لدكتور اشعه. نعمل اشعه على المخ ونتكلم. ممكن نسافركم لتشيك تتعلم. عمرو وجيه، انا شغال في المقاولات، التعامل مع الصناعيه كله غرايب. غرايب؟ دي غرائب يعني؟ لا، مواقف الصناعيه كلها وتبريراتهم كلها غريبه. قول لنا موقف. كان اغرب موقف فيهم دخلت استلم حمام من مبلط سيراميك، والحيطه مايله من فوق ميول باين جدا انها يعني انت مش محتاج هندسه عشان تستلمه. وبعدين بقول له الحيطه مايله انت مركبها غلط، فبص لي كده وقال لي معلش يا باشمهندس انت لسه صغير، كنت لسه متخرج يعني. اتكل على الله عشان خلقي ضيق. تقول لي مايله وبتاع هعدلك. انا بقول لك ايوه تعمل فيها باشمهندس ده في الجامعه هناك لما احنا الشمس كانت قفانا. اتفضل. بس فقال لي عشان انت لسه ما تعرفش يعني، بس هو دي مقصوده علشان وانت بتاخد دش في الحمام والميه بتتبخر فتلزق على الحيطه. ايوه. فتقع تاني ما يعني احنا عندنا كده قصدي. ما سمعتش قال ايه؟ بتكثف على هو قال حاجه؟ قلت ايه؟ قلت لك التبرير اللي بيقوله ان هو قاصدها يعملها كده عشان الميه تتكثف على الحيطه تقع منها، ما تفضلش تتزحلق على الحيطه يعني، لا بتقع. فهو قاصد الميول ده. هل في اخر الحكايه قال لك حاجه فانت قلت له ايه؟ قال لك انتش او كده ولا لا يعني؟ اصل انا حاسس ان القصه فقال لك ايه الميه هتبقى على الحيطه كده هتقوم واقعه وانت عمال تقول له وايه كمان؟ طب وبعدين؟ لا ولا قبلين، انا عجبني التبرير اديته هو مكافاه وطردت المقاول اللي جايبه. في حد كاتب بيقول شفت راجل صيني بعد كده بين قوسين صاد يه النون يه محترم ذكائي بيعالج اسنان الناس على القهوه، الفنان احمد امين. اتفضل اتفضل حضرتك. اتفضل عمر الجمل يا جماعه. هسيبها لكم مخدره وخلوهم ينفعكم. تحيه كبيره لعمر الجمل يا جماعه. وبعدين ما تحبطوليش الولد. في منتهى السعاده، ولكن طب ما تطلع تعالى احنا هنتكلم من استاذنا ثواني نعمل لك دخله. تعال استنى انا هعمل لنفسي دخله ومش هعمل لك دخله. استنوا احنا هقول حاجه. استنوا. والان مع الفنان الكبير احمد امين. شغل التراك.
شغلوا حاجه قلت هقول للفنان الكبير شغلوا من حق الكبير يتدلع من حق. ازيك يا استاذنا؟ ازيك يا عمر؟ اتفضل. ايه الحاجات الجميله دي؟ الله يكرمك. انا عايز اقول لك اول حاجه ان مسرح عين جمل يرحب بكم ويتشرف بوجودكم. انا بحب عين جمل جدا جدا وبحب الاسم جدا على فكره. الله يكرمك. يعني اسم عين جمل ده لان انت عارف انا عايز اسمي حاجه على اسمي فبتطلع كلها يا امين صندوق يا امين مخازن يا امين شرطه. يعني يوم ما تحب تبقى مثقفه تبقى امين مكتبه بالكتير. ايوه. لكن عين جمل دي هي يعني والله كان غلط في الكيبورد. والله العظيم. ايه الاخبار؟ الحمد لله. هل انت مبسوط معانا؟ جدا مبسوط جدا. والله يا جماعه انتوا مش متخيلين. انا هقول حاجه صغيره قبل ما نبدا نهزر. هذا الرجل حته منى الشاذلي. احنا طب خلينا نقولها في الاخر نطلع فاصل خلاص. والله من اكتر الناس اللي شجعوني ان انا ابدا هذا المشروع في مكالمه عبثيه جدا الساعه 1 بالليل فتح معايا اي كلام قال لي لا اشتغل مش عارف ايه وبعد كده قال لي انت ما بتعملش حاجه ليه؟ وبدا يأنبني وبعد كده قعدت سنتين بتأنب ما بعملش حاجه وبعد كده الحمد لله طلعت بشوفها. بندم موت بقى دلوقتي ندم شديد. طيب نخش في الموضوع. انت كاتب. ايوه. بس معلش اللي بيجي هنا شفت راجل صيني وبعد كده فصصتها لي ليه؟ اصل اقول لك عشان انا بعد ما كتبت الصيني حسيت ان انا واحد حبيبي. راجل جدا لو شفت واحد حبيبي بيه عليك أيوة الناس على القهوه. فحسيت ان لازم توضح بس عشان خاطر. ماشي. أيوة. طيب احكي لنا بقى. هو بص احنا كنا قاعدين على القهوه في مدينه نصر. ماشي. اللي بنقعد عليها دايما هي دلوقتي اتشالت للاسف. فدخل راجل صيني كبير في السن شويه معاه شنطه جلد ومعاه واحد صيني تاني صغير. تمام؟ والشنطه جلد قديمه كانت تحسها مش من الصين هي من الثلاثينات. تمام؟ وعمال بيقول اسنانك بيقول حاجه مش بالتقطيع ده. تقطيعتها مرعبه. بالتقطيع ده. فانا طبعا استغربت جدا بس الناس اللي قاعدين على القهوه بيتعاملوا معاه عادي. ففي واحد كان بيشرب معسل وبيكلم واحد في التليفون. سيد وبيعاتبه عتاب يعني طف قوي يعني بيعاتبه بشكل انت مش عارف ايه ودي الرجوله ودي مش عارف ايه وتتغفل ويضحك عليك بقى. فشاور له وعمل له كده. فراح الراجل ده بجد فعلا على فكره انا صورت حته بالموبايل. فراح الراجل فتح الشنطه الجلد وطلع حاجات عده كشف بتاعت اسنان. بس الناس كلها بتخش القهوه تعمل حاجات ده دخل قال له ليه؟ فالمهم طلع حاجات وقعد كشف ومش عارف ايه وبتاع. بعدين قام مطلع حته ازازه كده صغيره. الراجل الصغير اللي معاه ده بقى ده ممرضه ومدير حسابات وكل حاجه بيناول له. فقعد عمل عجينه كده وشممها للراجل. شمها كده تمام وهو بيشيش وبيتكلم في التليفون وبتاع. بيعالج سنانه وحشاله الضرس. هو مين اللي بيشيش؟ الراجل الصيني؟ الراجل اللي قاعد المريض بيشيش. كانت هتبقى احلى لو الراجل الصيني. ما هو بقول على فكره هو شيش بعد كده الراجل الصيني. اسمع بعدين في واحد ايوه في واحد تاني بقى كان بياكل طعميه ومش عارف ايه فمضمض بكوبايه كده شياكه يعني على اساس ان يعني السنان ليها احترام. ونداه له برضه بص له على البتاع. هو قال للراجل التاني 25 والراجل الصغير لم الفلوس. الراجل اللي اتمضمض بالبتاع ده فقال له لا دي لازم نسيل الدرس خالص. اوكي. فانا ما مسكتش نفسي قلت لازم اتدخل لانه لا ما فيش حد هيسيل حاجه. لان في عمليه خلع اسنان هتحصل حالا على القهوه. فالراجل قال له لا يا عم تشيل انت مجنون وبتاع وزقيت. قلت الحمد لله واحد عاقل اهو. قال له كمل اللقمه تشيله لي واقعد ساعتين ما اكلش ومش عارف ايه ايه يا عيني. دي من اغرب الحاجات اللي حصلت في حياتي. أيوة. القهوه. طب ما تقول لي. انا هستغلك بس انت جيت. ماشي. قول لي. وخدت دخله وتحيه وبتاع. قول لي. انت نحب نعيدها؟ لا لسه والله نعيدها. لسه طفيها الله يكرمك لسه داخل. طب ايه تاني قول لي حاجه تانية غريبه. ايه الزنقه دي؟ بص هو الصين عموما مليانه حاجات غريبه. رحت الصين كتير مش عشان اعمل سناني عشان انت بدات تبقى دروسي. انا بتعالج بره على قهوه في الصين. في مدينه نصر. ايوه. في الصين مثلا بعد ما خلصنا شغل كنت بروح هناك بعمل شغل وبستورد حاجات عشان كنت ماسك مجله اطفال. كنت رئيس تحرير مجله اطفال. ماشي هتسف عليا؟ لا خلاص انا جاي لك من مدينه نصر. لا انا مدينه نصر بالنسبه لي منطقه راقيه. ايوه. انا اصلا من الهرم على فكره. منين من الهرم؟ انا اصلا من الهرم.
من الطلبيه. في واحد سقف على استحقاق الهرم. ايه ده؟ انا من الطلبيه. عارف شارع ترسا؟ عارف شارع ترسا؟ سوق السيراميك. سوق السيراميك. عايز ايه؟ عارف في هناك كباب جسمه العربي؟ لا ما اعرفش العربي ده. في الصواف. احنا بنعمل اعلانات وش دلوقتي. لا ما بينا. تقلقش، ما حدش بيتفرج على حاجه، محدش بيتفرج على الله يطمنك. الله لا يطمنك. عليا يعني مش قصدي. طيب يعني انت من الهرم اصلا؟ انا من الهرم طب أصلاً. نروح الصين. لا الصين طبعا كلها حاجات غريبه، انا رحت كتير من كتر الحاجات الغريبه. يعني انا مثلا مره فاكر انه مره بعد ما خلصنا شغل، فالصينيين اللي معانا بقى اللي بيترجموا بيتكلموا انجليزي مكسر وحاجات كده، فيبقى هنروح ناكل حاجات جميله بقى، اكله فظيعه بناكلها من السنه للسنه، هناكل تعابين بالظبط. فانا عملت ايه؟ قالوا لي لا 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 ده نضيف جدا، ده انت هتذبحه بنفسك. نضيف يعني مضمون هتذبحه ده فدخلت مطعم طبعا مشبوه جدا، وصلت لغايه اخر المطعم جوه، فلقيت اقفاص فيها كل حاجه، اي حاجه ممكن تتخيلها هتلاقي، ممكن تلاقي ناس قرايبك بيتاكلوا اي حاجه بروتين بيتاكل. وفي واحد قرفان كده بفانيلا حمالات صيني واقف ماسك التعبان وماسك مقص كده ومستنيني كده، لو انتوا جايبين واحد خواجه بقى يجي يقص التعبان ويعمل النمره اللي متضايق قرفان مني قوي. زي عندنا الناس اللي بيسقفوا الملوخيه. ايوه. النهارده هنذبح تعبان وهنحشيه. اتفضل كوارع اتفضل. ايوه. فالمهم ايه، دخلت طبعا الراجل ده شفت المنظر، قلت لا 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 مش هعمل كده، لا لا وبتاع، واعترضت يعني ايه اقص، انا هفتتح التعبان، لا مش هقص تعبان ومش هاكل الحاجات دي، وقفشت اكل رز ابيض بس. كل ده مش غريب، الغريبه ان الراجل الفانيلا حمالات ده فجاه لقيته قاعد جوه المطبخ وبيشاور لي كده، بصيت له لابس نفس الفانيلا وماسك بصله خضراء ومقص بيعمل لي كده. يلا يا طري. ولا نقص التعبان. لا غريب، رد فعل غريب جدا. الصين غريبه جدا. طب بقول لك ايه، نستغلك. لا بقى والله العظيم استنى. طيب ماشي. بعتوا ايه نايمين اهو. اتفضل. انا اعمل كده؟ والله اتفضل. ايوه. واقول له ابعت مايك وبتاع. ايوه ماشي. مره لقيت فار في البيت وكنت لوحدي، قررت اقتله بفيروسول. دي قررت تموته اللي هو اتخنق. اتخنقت شويه. ايوه. فالحمد لله اتخنقت، كتب اتخنقت، فالحمد لله اتخنقت انا من الفيروسول طبعا، وقعدت ارجع فدخت والفار عاش عادي. دي سالي دي وصيتها. دي وصيتها. فين سالي يا جماعه؟ قتلت نفسها. وممكن نشوف الفار بعد اذنك لو هو عايش لغايه دلوقتي، لو معاكي. في هي والفار في 2 منورين. بصوا بجد والله اهو. مش انا اللي بقول. انتوا منورين كشافين ليه؟ ما تفضحوناش قدام الناس. سامعني؟ طيب اوكي، هو انا كنت في البيت لوحدي. استنى سامعيني على صوتها، احنا مش هنديها اهتمام لحد ما تعلي صوتها. احنا هنعمل نفسنا بنعمل اي حاجه. ايوه. طب كده سامعيني كويس؟ انت بتزعقي لنا؟ انا هعمل ايه؟ اتفضلي. طيب انا كنت في البيت لوحدي وجوزي كان شيفت نايت يعني، فالمهم لقيت فار صغير جدا جدا، فانا وقفت على الكنبه واتخضيت جدا، فقلت خلاص. انت جوزك كان معاكي؟ لا هو كان شيفت نايت فمش هيرجع، يعني هيرجع شيفت نايت. انا افتكرت ده التايتل بتاعه. انا سمعتها شيف نايك فحسيت ان هو الله، طب ما يجيب لنا كوبون. اتفضلي. المهم يعني فقلت هو فار صغير جدا، فقلت خلاص مفيش حل تاني غير ان انا امسك فيروسول وارش عليه جامد جدا فهيموت لانه صغير. من الضحك. هيموت من الضحك. ايوه. المهم انا نزلت تحت الكنبه ورشيت جامد جدا جدا وخلصت البتاع، وانا مش دريانه ان انا كل ده بتنفس اصلا بايروسول. وبعد كده بعد ما طلعت قعدت كح ورجعت والفار عاش عادي جدا وانا ما عرفتش اعمل ايه، وكلمته بقى عيطت وكده، فكده خلاص يعني بس خلاص. معلش هسألك سؤال، معلش اسمح لي. لا اتفضل. لا اسمح لي. انت حضرتك منين؟ يعني ايه منين؟ اصلا ما سمعتش. قالت لي يعني ايه منين؟ يعني ايه منين؟ انت ساكنه فين؟ ساكنه هنا عنوان الفار في الشيخ زايد. طب انت اتولدتي وعشتي في الشيخ زايد ولا كنت في مكان قبله؟ لا والله في مدينه نصر عادي يعني، بس لما اتجوزت رحت زايد. طب انت حضرتي عربيه الرش؟ لا. انت رشيتي بروسول رجعتي؟ احنا كنا بنستنى عربيه الرش.
واللي بيستنشق اكتر اللي بيموت بيقعد كسبان. ايه الفار اللي في الشيخ زايد اللي ما ماتش من فيروسول ده؟ انا برضو بستغرب. طبيعي. عندنا الفيران والله العظيم جبنا الشركه اللي هي البتاع دي، احنا توفينا الفارم فضلت تكبر 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 لحد ما مسكناهم بمصيادة في الاخر. في فار اسمه النرويجي، عارفه ده؟ فار اسمه النرويجي؟ نرويجي بمناسبه التشيك يعني. في فار اسمه، ولما كلمت الراجل انا النرويجي. ايوه هو نوعه كده. ولما وصفته للراجل اللي بيجي بتاع البيجام قال لي انت جالك النرويجي. ايه ده؟ يا نهار اسود. لا يا عم ده نجيب نشوف كبير ومين ونحل ده ده النرويجي ده خطر. الراجل يبقى جاي يهزر تقولي له فار النرويجي. محمد ناصر انا بالملطو ده ممكن اشرف على اتفضل. محمد ناصر الدين، تليفون من العالم الخارجي. دي تاني حاجه غريبه تحصل لي بعد التعبان. الورقه دي جالك تليفون من العالم الخارجي؟ انا خايف جدا. انا نجري وخلاص. ايوه. واحد صديق. لا 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 ما تتكلمش جراف، الموضوع مرعب. واحد جاي من الضلمه. خد بالك ممكن نجيب لك النرويجي. انا عشان ايه الخارجي بقى جالك النرويجي. واحد صاحبي علاقته بابوه مش كويسه قوي، فكل فتره يقعد يشتكي لي من ابوه. هو ده صوت ضميري صح؟ لا انا بجد والله انا حاسس واحد صاحبي ابوه، انا حسيت بتأنيب ضمير. طب ممكن حضرتك تنور الشيء عشان يا حفيظه عشان اتاكد انك موجود اهو. الحمد هو لله. موجود بس. ايوه موجود. بس هو انت شفت الكشاف طلع فوق جدا. ايوه فهو علاقته بابوه مش كويسه قوي. هو خدك ما اهتمش، قال لك ماما بقى ابوه. ايوه اتفضل. فكل فتره يقعد يشتكي لي من ابوه. فجيت في مره قاعد معاه بقول له مالك يا عمرو متضايق ليه؟ قال لي ابويا يا سيدي. ماله ابوك المره دي؟ قال لي بيقول لي جالي تليفون من عالم خارجي. قلت له يعني ايه جاله تليفون من عالم خارجي؟ قال لي مش دي المشكله، المشكله ان هو جاي فودافون. جاي ايه؟ المشكله ان هو ايه؟ رقم فودافون. اللي من العالم الخارجي ده رقم فودافون. ابوه بيكلموا ناس من بره من رقم فودافون. عندي هزار بس هم كومبيتيتور. كمل. اتفضل. لا بس كده ده اغرب موقف يعني سمعت. يا جدع انت فين الحاجه الغريبه؟ يا عم بقول لك تليفون من العالم الخارجي، انت عايز ايه اكتر من كده؟ يا معلم المكالمه كانت فين؟ من العالم يا جماعه ما اقول لك ايه، ضعف فضائي. خد كده خد كده معاك ده. تعالى ناخد كمان ورقه. انا هستغل. بص انت هتخلص طبقك كله. ماشي. الورقه اللي هسيبها هتجري وراك يوم القيامه. تاخد لون ايه؟ انا اللي ليه على الكوفيه بقى. كوفيه؟ وريني كده، استنى كده. ايه؟ ليه زعق لي ده؟ اخضر بقى انا بخضر. طيب عجل الطياره ما فتحش والخيار. لا يا ابني الخيار اكيد ما فيش خيار. الطيار والطيار لا. بالعقل كده ما انت كمل. عجل الطياره ما فتحش والطيار. عجل الخياره ما فتحش والخيار. والطيار. ايوه والطيار لف شويه لحد ما فتح. شيرين. شريف. شريف. هو انت ازاي معاك مايك جابه منين؟ شريف. انت معاك مايك منين يا شريف؟ شريف عجل الطياره ما فتحش والطياره قاعد يلف شويه قاعد يكروز بيكو. انا مره واحده لقيت ان صوت فتح العجل وبعدين الطيار بيلف وقال في ايه يا جماعه اصل العجل ما فتحش. مين رد عليك الرد ده؟ المضيف. ممرضه كانت واقفه مولعه سجاره كليوباترا. بتشربها كده. العجل اصله ما فتحش معايا. هو اصلا الباب بتاع الكابينه اكورديون. يعني قال لك لا هي بتقولها عادي، لا اصل العجل ما فتحش هنلف شويه لحد ما يفتح. هو بيفتح 3 و4 يعني. خد لفه كده. حاسس ان ده ما كانش السبب، هم لقوك كلبان يعني. فقالوا لك احنا ما نزلناش ليه؟ قعدوا يقولوا له بقى الممرات زحمه والطيران وبتاع. لا ده العجل ما فتحش بس. هي قالت له قولي له كده، مش هو اللي قاعد في 36 اللي خد شيكن وقال مش عارف ايه. قولي له العجل ما فتح هنلف لفه.
شريف قول. بضحك عليك يا شريف. اتفضل انا منسحب. لا دي بالانجليزي. انجليزي اه. لا طب استنى. مقالة. ده فرانكو. اوكي. كنت في المول فقدتينا. هي اسمها ايه الاول؟ اسمها ايه؟ وشفتها سلمى زيدان. سلمى زيدان saying كنت في المول وشفت واحدة أعرفها. ميرسي أشكرك. بس مش فاكرة هي مين. فضلنا باصين لبعض وتصوروا يا جماعه دي مش مكتوبه، انا بقول من عندي عشان مش عارف يعني خلاص. فضلنا باصين لبعض ما تخافش استهجى. وجايين في وش بعض. اولا بنحب نرحب بيكي في بلد جدا يا مصر. هي عايزه تقول انها بتحب مصر جدا، بقالها هنا لما شافت اهرام جرداء. اوكي الاي كونتاكت مستمر، الاي كونتاكت جايين في وش بعض واي كونتاكت. انا هترجم بقى لحد ما بصينا جنب بعض خالص وعدتها ولفت عشان انا افتكرت الثانويه العامه ما اعرفش ليه واتوترت انا هقطع كلامك. الناس اللي كانت بتشكك في قراءة يهو نجم مش عارف يقرا، بتقعد تقول لي ما بتعرفش يقرا مش متعلقه. ايوه بس ده صعب قوي. بعدين مش عارف ايه لقيتها ماشيه معاه وكاتبه ورا كمان ماشيه مع ابن خالتي. استنى دي قصه بقت حلوه قوي، نفسي اعرف النهايه. استنى ساعتها بس افتكرت انها مرات ابن خالتي. انا محرج منك. اوه ياه. ملحوظه بالسبعه ملحوظه. انا لما بشوف حد بره المكان اللي هو في العادي يعني انا مش بعرف هو مين. فشكرا والسلام عليكم. يس. قريتها ولا ما قريتهاش؟ اهو اتفضل يا بيه. سلمى ذكرتيني بصديقي اللي كان بيغش مني في امتحان الثانويه العامه. كان رايت مش عارف ليتر تو يور فريند مش عارف ايه تو تيل هيم اباوت ذا فاكولتي ذات راح قايل لي ايه؟ قال لي عمر ايه فاكيوليتي ده؟ فقلت له قال لي فاكيوليتي ده ايه؟ قلت له ده اسم اللي هتبعته. فراح كاتب دير فاكيوليتي واداله بقى. طب انتوا عارفين ان عمر بيتكلم فرنساوي؟ جامي. ايوه هو عامل نفسه كده وبتاع لك هو بيتكلم اديهم حته. اديهم حته سمعوا من نشيد. هو بيتكسف اصله قدام الناس قوي لكن في البيت عرفنا. انا دكتورة الفرنساوي في الكليه قعدت تقول لي سختي لك كلاس. عمال اقول لها اعمل سؤال سختي لك كلاس انا هجيب لك ميه في الاخر تطلع بره. الفكره ان انا اهلي بيتكلموا فرنساوي عادي عارف بس انا هم الفلوس خلصت. ايوه الفلوس خلصت على الحته. قال لك ده الشيخ زي التجريبيه يلا. وعانيت من موضوع الاو الايه؟ الاو اصل انا حاولت اتعلم فرنساوي كنت عايز ابقى يعني انضف يعني او الاو اداء يعني عايز ادندن كده. انت يا حرام. ايوه انا حاولت ايه ما انا ما اعرفش. والاي اللي هي الاي. ايوه الاي اللي هي المدرسه انا قلت اخد درس خصوصي فهي كانت بتقول لي قول او بقول لها او لا قول او. لا او قالت لي ما انت بتقول او ما بتقولش او حضرتك الاثنين زي بعض. قالت لي لا بتاعتي غير بتاعتك قول او. وبتعاملني على ان انا بتزعق لي جدا فبقول لها طب انت اللي بتعملي انت اللي بتبوظ اللغه يعني بتفتف فيها يا ازازه يعني مش هتعرفي تستخدميها بعد مني ما تقولي لدرجه ان بعد تاني درس قلت لها احنا لازم نسيب بعض مش قلت لها لازم فتعقدت من الفرنساوي. طب عايزين نشوف سلمى طبعا. انت اصلا بتعرف تتكلم لغات غير العربي؟ لا خدت الاسباني بتاع الثانويه العامه ده اللي هو انا بعرف اتكلم اسباني. بوينوس دياس مي اميجو اونو دوس تريس كواترو. معقوله
انا حضرت لحد 4 وقالوا لي اطلع بره يعني، اطلع بره. تاخد حاجه كمان؟ انا ممكن اخد شاي سكر خفيف. ثانية واحدة، انت مش هتشوف سلمى صحيح، انا سلمى. سوري سلمى. حاولنا نغير الموضوع باي شكل. احنا كل ده بنملى والله، واتفسحنا ورحنا فرنساوي واسباني مفيش فايده. لا ما شاء الله الجيل الصغير ده مركز قوي. ايوه صحيين الولاد ما شاء الله. طيب اتفضلي يا انا مضطر. اتفضل. اولا ما تذكروش ان انا ألذ ورقه لحد دلوقتي. ان يا فندم؟ لا ما انت ما بتكتبيش بلبنت وتيجي هنا بقى تبداي تعملي هدمه وتكلمي قولي ما تخافيش من حاجه. ده فرانكو عادي. ايه؟ ده فرانكو عادي. طيب انا عندي مشكله عشان كده طلعت موجود. اتفضلي هاتوا لها النور. اتفضلي. ان انا لما بشوف حد بره المكان اللي هو فيه اصلا بشوفه على طول بنسى هو مين. بنسى حتى لو بشوفه كل يوم، لو بره المكان بنسى. بس فكنت ماشيه في المول وبعدين دي بتعيب عليا. انا اسف، انا ماشي. بتعيب عليا. استنى بس يا جماعه. كنت ماشيه فين؟ كنت ماشيه في المول. لا استني الموضوع عائلي. قولي تاني، ماشيه فين؟ مول. المول. في المول، ماشيه في المول. معلش انا كنت بحاول افهم. بس كنت ماشيه في المول وبعدين انا وهي البنت دي اللي هي بقى طلعت بتاع تاني. قلت ايه؟ مرات ابن خالتي. احنا مش سامعينك بس عاملين نفسنا عشان نعدي الليله. ماشي طيب. امال ايه فرانكو؟ لا اتفضل. لا صدق خطي على فكره في العربي وحش عشان كده كتبت. وبالانجلش. ايه ده؟ انا مدرسه على فكره. لا خلاص هحكي القصه. اصلا انت كاتبه جنب بعض مش جنب بعض. ايه يعني؟ اتفضلي كنت بهز ثقتك بنفسك. المهم كنا ماشيين يعني معاك. احنا مش عايزين نتكلم معاك يا سلمى. مش عايزين نتكلم معاك. ايوه احنا مش فاهمين لا عربي ولا انجليزي يا سلمى. انت قاعده في تذاكر من ام كام؟ 400 على فكره عشان ال 600 كانت سولد اوت. ما فهمتش. امنت بيك يا رب. شفت احنا احتفلنا لما خلصنا قرينا الورقه بس اصلا كان احتفال كبير قوي. شut داون. طب معلش ممكن تقول لنا القصه تاني معلش. أيوة. بصوا احنا كنا في المول، انا ماشيه وقدامي مرات ابن خالتي تمام. وانا مش شايفاه، هو طويل قوي، فالاي كونتاكت مع البنت دي انا عارفاها عشان انا يعني مرات ابن خالتي اكيد عارفاها بس مش فاكراها. بس وماشيه احنا قصاد بعض بقى كده. أيوة. لحد ما بقينا جنب بعض وستيل ما نعرفش يعني ما سلناش على بعض عشان انا مش فاكراها وباين قوي على وشي ان انا مش فاكراها. تمام. لحد ما لفيت بعد ما عدينا بعض الناس بدأت تسقف زي الناس اللي كانوا بيسقفوا المدرسين العربي زمان عشان ينهوا الخطبة. وإنه الله بس فلفيت بقى قال يعني هي مش بصالي فلفيت عشان اعرف هي مين. حد بيتكلم في التليفون. معلش انا عندي طاقة كلام. خلاص يا ستي مش فاهمين، احنا مش فاهمين انت عاوزه ايه. بحكي لكم ان انا ما عرفتش قرايب. ده مش غريب. سلمى زيدان. بسرعة اي حاجة. اخر ورقة بقى. اخر ورقة عشان انا عشان اعرف انام بس. عشان ما اسهرش. ايه عادي؟ ايه راح ان ربنا نصرني والله انه جه المصحف الشريف عشان بتقعدوا تقولوا لي انت على فكره ما بتعرفش تقرا اهو. بص القصص. واحد صاحبنا اتصل بواحد صاحبنا تاني قال له انت فاضي؟ قال له قال له اصل بابا مات. بحيث لو عندك شغل حاجه نفوقك. فاضي هندفن. طب لو كان مشغول كان اجل الخبر. انت فاضي مش هتشوف بابا تاني. فين هو الحنوتي الاندرتيكر بتاعنا؟ ريمي. مساء النور اتفضلي. لا ده اللي حصل. تمام شكرا. اسمع حلو قوي كويس قوي. حلو عشان البطاريات بس. اخر ورقه كل اجداء اخر ورقه. أيوة. خلاص مش عايز اقول حاجه. شكرا. خلاص فعلا ريمي مش هتقولي حاجه. تحيه كبيره لعمر الجمل يا جماعه.
متشكر جدا على الاستضافه الجميله. والله العظيم احلى حاجه حصلت في بالتوفيق الشو. ومن نجاح لنجاح حبيبي. والله العظيم احلى حاجه حصلت في الشو. احمد امين يا جماعه. قعود هو قعود بياخد مايكات وبيعد اقلام. انس فين انس؟ فين انس؟ ورقته حمراء. فين انس؟ اصل انا عايز اديله مايك يقرا ورقته. خد اديله ورقته يا سيكا معاك. اصل انا ايه؟ غير ان اقرع. يا جماعه انس هيحكي لكم قصه غريبه موت. اتفضل يا انس. هو انا ما بعرفش اكتب عربي. ايه ده طلع صوته جاي. لا ايه ده اتفضل يا انس. هو انا القصه اللي عندي يعني كنت قبل كده قاعد على القهوه وسمعت ناس بتتكلم يعني ان هو واحد فيهم عمل حادثه، فبيقول انا كنت طالع من الترخيص وواحد خبطني، فواحد تاني رد عليه وهو بيتكلم عادي جدا كده قال له هو انت ليه ما خطفتوش وجبته يشتغل خدام عندنا في مخزن الهضبه؟ ثانية واحدة، الهضبة دي هضبة الهرم؟ ايوه اخويا. والله كنت عارف. انا مرة بعد الفطار في رمضان مروح من مكان لقيت في تجمع على القهوة، ناس كتير قوي، فئات ما ينفعش تقعد مع بعض، اللي هم الناس بتوع الجيم، الناس بتوع المكملات، الناس يعني ناس مختلفة. حلو كده؟ وبعدين ايه، واحد معدي توك توك جاي عكس، فواحد هم اتنين، واحد طلع نتش موبايل من ست وواحد طلع شد شنطه من ست. حلو كده؟ فحرامي يا لاوي. حلو. ففي واحد معاه عربيه ماتسوبيشي لانسر شارك، راح داخل في التوك توك. اقل حاجه حصلت للناس ان التوك توك اتقلب بيهم. بعد كده الناس ايه، فضلوا يضربوا في الحراميه، يضربوا والناس بقى اللي بيضرب بيريح ويخش تاني. حلو. لحد اما الست اللي موبايلها شابه كده شكلها خالص عامله كده، مش عارفه ساكنه ازاي، مش كده. فعمال تقول انا جوزي جاي، فاحنا عاملين نقول هذه البسكوته متجوزه اكيد راجل بسكوته، فهيبقى يعني عاملين، والناس اللي واقفه كلها اللي هم بيقطعوا لسانهم حلو. بس بعد كده قالت ايه، جه نزل واحد متجوزها غصب، نزل بقى ايه مترنح كده بس، وراح واخد الاتنين حراميه خدهم، احنا كلنا ساكتين، فتح شنطه العربيه وحطهم. فالناس بتقول له احنا بدانا نبقى بنحسن الظن فيه، قلنا له هتسلمهم، قال لنا لا هيتسحروا معايا. واختفوا في ظروف غامضه. فاهمك اخويا. ده عادي. انت استغربت اللي انت مش من الهرم؟ لا انا كنت ساكن في هرم زمان، بس هو رياكشن وشه ان دي حاجه عاديه هتحصل يعني. اي هجيب واحد اشغله خدام عندي. مش فاهم ايه الغريب حتى الان. انت ساكن فين دلوقتي؟ انا في اكتوبر هنا. اما بتمسكوا حرامي بتعملوا ايه؟ ممكن نشغله خدام عندنا. ممكن نقالوا اللي عندها سجاجيد تنزلها، الحرامي هيغسلها. فتحوا مشروع. يا جماعه اقول لكم حاجه سريعه والله. احنا مره برضو توك توك سرق حاجه من مش عارف ايه، والله العظيم خدوا الحرامي من التوك توك، واحد خد التوك توك اشتغل بيه في ساعتها. والله ركب وقال لك على الشارع هرم الحلال، انا هشحت، انا اسرق. الاء دكتوره قالت لي انت محتاجه تروحي للدكتور. في حد منكم عنده خلل، يا الدكتوره يا انت، يا اما انت حالتك مستعصيه. كل الناس بتاخد المايك وعاملها ايوه ايه ده بكذا، يعني يقطع كام دولار لو بعته. ايوه مفيش. انا كان عندي كان صوتك اعلى من غير المايك. انا كان عندي انيميا عادي، رحت للدكتور، قالت لي هنشوف شويه حاجات وهتعملي شويه تحاليل، لو ما خفتيش في خلال شهرين انت كده محتاجه دكتور. بس هي واضح ان معلوماتها مقطوره، يعني هي اكيد كان قصدها انها هتوديك الدكتور تخصص. لا ايوه دي كانت صاحبتك بتلعبوا دكتور وعيانه كده يعني ولا ايه؟ لو بقى ايه، لو بقى طلعتي بقى عيانه ولا اعرفها. انا في دكتور تحاليل قال لي كده، في دكتور تحاليل شاف تحاليلي خدني على جنب وقال لي لا يا عمر عاوزين نقول للحاج ياخد باله من صحته.
دي كانت تحاليلا والله. قال لي لا نسبه الكوليسترول عاليه. اقول للحاج، قلت له حاج مين؟ لا دي كانت دكتورة بطنة عادي المفروض يعني. دكتوره بطنه. انت خريج ايه؟ سياحه؟ قول كلب. هي خريجه بطنه. معتز عماد الغرام. اجت والدتي. ده مش مصري، استنى عشان يشوفنا ولا حاجه يدينا تيبس. لا معتز مش فاهم حاجه خالص. فين معتز؟ يا معتز. هلا والله هلا والله هلا والله. في ادوا ايوه معاك. انت مصري؟ لا اردني. ايه ده اخويا؟ ايوه انا جيت عندكم اكلتوني بتاع منسف. صح. ايوه ده. احنا ده موضوع بينا مالكوش دعوه. صحه انا كرعت ماشي. اجت والدتي عطس بعد كده قال زياره عليا، فاخذتني معاقا عسوق عشان ما يضحكوا عليها، فافترقنا وبعد ما التقينا اكتشفت انواها نضحك علي. والله ده اكتر واحد واضح. انا هناك كنت قاعد بفك حجر رشيد. اتفضل. انت جاي زياره مصر ولا عايش في مصر؟ لا بدرس هنا. طب كلمنا مصر الله يكرمك عشان انا هربان منكم اصلا. ادع سوق ايه الموضوع؟ اتكلم؟ اشرح؟ شايفين الادب؟ ايه يا عم عايز ايه يا عم؟ سحبت الورقه عليه. شايفين؟ اتكلم؟ اتفضل. من اسبوع اجت والدتي هنا على مصر. جت زياره. فوديتها السوق واخذتني معاها عشان ما يضحكش عليها. فافترقنا بالسوق. انا واخد ابني الكبير عشان ما يضحكش علينا. بكام ده؟ بالدولار؟ اوكي كفايه ماما مصريين استحاله كسب مونو. أيوة. لا مش هنا القصه. افترقنا بالسوق. بعدين التقينا. لقيتها جايبه تيشيرت نفس اللي جبته انا جبته 200 هي جبته 100. شفت بقى انا في ايه؟ هم بيبداوا صح وبعد كده بيتعصب. خدش بالزاف. ده تونسي انا اسف. ايوه طب بتكلم براحه والمصحف الشريف ما فاهم. بقول لك افترقنا بالسوق. كله ده بقول لك ولعه. ايوه اختلفتوا بالذوق. اختلفتوا بالسوق. لا افترقنا. افترقنا؟ طهنا عن بعض. كل واحد راح في حته. فضحتنا قدام الاجانب. ايوه افترقنا بالسوق. كل واحد راح في حته. فكل واحد بعدين التقينا بالسوق. فلما شفنا كل واحد جايب تيشيرت نفس اللي جبناه الثاني. تيشيرت كل واحد جبنا نفس التيشيرت. معلش انا مخاصمكم انتوا اتفضلوا. هما الاثنين جابوا نفس التيشيرت. انا انضحك عليا. هو لا داخله بتقول له تيشيرت هذا مش عارف ايه. قال لها ده مش عارف ايه. قالت له بقول لك ايه جيش معاك ب 22 جنيه. قتلته. لما ابني ابو 7 سنين كان بيحكي عن صاحبته ايه وبيشرح الفرق بين الفريند والجيرل فريند. عنده 7 سنين ما شاء الله. وانه المفروض وهو صايم ايه بعد اللي عمله ده، وهو رصاصه وهو دجاجه. خلاص انا ممكن احكي اسهل. اتفضل يا الزحمه. قومتوا الراجل من فرشته. انا ممكن احكي اسهل والله. انت فين؟ انا هنا اهو. انت فين؟ هنا. خالع فين؟ اهي يعرفوا ناس. اهي يا استاذ. لا انا عايز اقرا شويه يحاول عشان اصلحك وارجع. طب ما تقولي لنا كده انت كاتبه ايه في اتفضلي حضرتك. ابني عنده 7 سنين جه أيوة. قدامي يشرح لي الفرق بين الريليشن شيب والجيرل فريند، وان هو احسن لما يسيب صاحبته شويه يغيروا جو ويعرفوا ناس جديده. ده حاجه صحيه. وكان مطلوب مني كأم ان انا اتكلم بقى واقنع. يعني دي بالنسبه لي اغرب حاجه. حياتنا اكيد غير حياتهم بس.
انا فقدت تركيزي بعد الريليشن شيب. عقبال ما دخلتها القاموس ترجمت كان اتفضل. ابني عنده 7 سنين. شفتي وقفتي؟ ابني هو انت في فرح ابني امي الجيرل فريند الجيرل فريند ابني هجوزه 7 سنين. 7 سنين بيشرح ان هو خلاص احنا فهمنا ان ابنك عايز انت مش عايز ايه؟ عايز يرتبط. لا هو مرتبط. هو بيفهمني ان البريك تعالى تقعد ثواني. قعود مش مرتبط. قعود يقدس الحياة الزوجية ويعمل في الحقل. شايف يا 7 سنين ولا شريف محمد الرحلة بني سويف. كنا يا نهار اسود على كنا اللي مكتوبة بالواو. ماشي. كنا بنلعب ماتش هند ماتش هند باللباء ايه؟ بشورت كده بيبقى ابيض سيكا. انت كاتب كده ولا انا لا قلبها شايفه البراءة؟ الولد بيلعب وانت باين جيرل فريند. هو فين الطفل ده؟ احكي لي بقى بالراحة. انا عايزك تهدى خالص عشان نوصل للمرحلة دي. اتفضل. كنا في رحله في بني سويف، كسبنا الماتش يعني بني سويف، اما الجمهور نزل يضربنا. ايوه. لا نجم. لا ركبنا الباص. يرحمكم الله. اتفضل. الجمهور بتاع بني سويف ما رضاش يحركنا غير لما يضربنا. انت كل ما بتتزنق بتقول بني سويف. احنا كنا بنلعب بني سويف وبعد كده عملنا بني سويف قطبين محروس. ايوه. وكسبنا اولياء الامور. ده في تكمله. ايه ده؟ وكسبنا اولياء الامور كانوا هيضربونا. جرينا كلنا مع الباص باولياء الامور. ايه ده؟ الحق اولياء الامور هيضربونا. تعالوا نروح نركب معاهم. ده فايتك كتير. شوف الولد هنا. انتوا بتجروا على الباص هو راح رايح. خلص. عيال راكبه اتوبيس وعيال طلعوا من سور مجرى العيون حدفوا اكياس مليانه ميه. اكتشفنا ان بس مش ميه عاملين فيها بيبي. بس الحمد لله الشباك اللي جنبي كان مقفول. طب والريحه؟ ده كده انت قاعده في الكتمه. ده مين ولا قاعد؟ اسماعيل كلمنا عن رئتك بعد الحريق. بيرجع في الحمام افتكر اتصل وراح طالع. اسماعيل بتملى كيس؟ اسماعيل راح فين يا اسماعيل؟ ايوه معاك. شوفيتهم. اتفضل. لا هو اللي حصل ان انا كنت راكب الاتوبيس راجع من الشغل. عيال طلعت من سور مجرى العيون معاها اكياس ميه ماشيه ميه بس. ايوه. حدفوها على الاتوبيس بس الحمد لله ما جاتش فيا، جت في الراجل اللي ورايا. الحمد لله. ايه الورع ده؟ الحمد لله ربنا نجاني ولبست في دماغ الراجل الكبير اللي ورايا لانه كان ما بيقدرش يتحرك. هو حرفيا فعلا راجل كبير. هو ده سر كنت عاوز تقوله لنا عشان تقدر تكمل حياتك؟ انا بصراحه جاي. انا اسماعيل. اهلا اسماعيل. انا كنت اقدر اتفادى بس انا رحت موطي لبست في. كان في نوع كلب معين عايز اشتريه. لقيت حد بيبيعه ورحت اشتريه. لقيت صاحب الكلب عايز يشتريه، عايز يتجوزني. عاوز يشتري. ماشي. وقعدت اضحك وفي الاخر حاضره معاه ومعانا مالك وشريف وعاوز اشتريف. انا فهمت. مش هتقدروا تشرحوا لي؟ اتجوزوا ما دام معاهم مالك وشريف يبقى فين؟ ايه ده ما بيسكروا؟ بقول لك انا عم مراتي يا عم. مين اللي هيتكلم فيكوا؟ ام شريف. اتفضلي يا حاجه. شريف. انا عايز شريف.
شريف موجود؟ كنت عاوز تقول لنا عشان تقدر تكمل حياتك؟ انا بصراحه كنت جاي انا بني سويف؟ شريف اللي كان بيتكلم حاجه شتمني قال غبي؟ غبي واقرع وعجل. خلاص يا شيف كمل لنا قصه الهاند بول. مش انت عارف خلاص احنا مش هنجيب ماما وبابا قاعدين. هي اللي عارفه هم بيلعبوا حاجه ايه العب؟ هي تشرح انا ما اعرفش. بقول لك ايه؟ انتوا عيله يتفتكوا بلاد. انا هاجي لكم انتوا بقى هو ايه؟ هم بسالهم بقول لهم بني سويف يقولوا انتوا من بني سويف. لا بني سويف ده ايه؟ مش دي مدينه محافظه؟ هما كانوا شيكو بيلعب هاندبول فكان الماتش ده كنا في بني سويف. ثانيه قلقتيني مالك؟ شريف كان بيلعب هاند بول. احنا من الشيخ زايد بس كنا في ماتش في بني سويف فالاولياء الامور جري ورانا بهدلونا كده كنا بنهرب منهم يعني عشان كسبنا. دي اخر لعب ولا رياضه. واحد صاحبي كان شارب حشيش ودخلنا بعدها وعمل كده بالظبط في الورقه وضبط في الملكان في H&M وقعد ربع ساعه يعتذر له. يا ايه ده؟ دي بدايه افكار؟ واحد صاحبي كان شارب حشيش لعب خبط في الملكان. حوار مع صديقي المدمن. هو فين؟ كنا في اسكندريه ورايحين سان تمام. أيوة. فواحد صاحبي كان محشش هي سان دي مكان؟ انت سان بتعملها؟ ستيفن طب ما تقول سان ستيفن ولازم تاخد مول. خلاص وقتك ضيق يعني. كنا رايحين سان احنا متربيين هناك انا وسان وايوه اتفضل. بس دخلنا H&M فخبط في الملكان وقف بقى ربع ساعه بيعتذر. خبط في المكان؟ ملكان في المانيكان؟ وانت قعدت تهدي ولا تعمل؟ خلاص يا عم بقول لك. محمود قنديل الدكتور النفسي طلع عنده اكتئاب. اتفضل احكي لي ولا احكي لك انا؟ ده انا تعبان نفسي يركبوا اسانسير في العباس. الدكتور النفسي طلع عنده اكتئاب وقعد 10 سنين بياخد ادويه اكتئاب وقال لي انت اللي زيك بيتعمل عليه تجارب بره. محمود فين محمود قنديل؟ ايوه هنا اهو. انت بتشتغل ايه يا محمود؟ لا انا طالب لسه في الجامعه. حد يعرف يجيبه؟ طب ايه اشرح لي اكتر. مفيش والله قلت اجرب اروح لثيرابيست ورحت للدكتور. ايوه بعد ما رحت للثيرابيست ايه اللي حصل؟ رحت للدكتور وكعيت كتير وقعدني وكان راجل كبير في السن وقعد يحكي لي بقى عن مأساته في الحياه وان هو اكتئب وقعد 10 سنين بياخد ادويه اكتئاب عشان خايف من الاكتئاب. بالك ده على فكره من غير هزار ده اسلوب صح في العلاج اسمه اللي يشوف بلاوي الناس تقول عليه بلوي. احمد سعيد مرسي صاحبي نايم بطريقه غريبه كنا في مصيف. ياه معلش ثانيه واحده. طب وبعدين انا زهقت تعبت ارجع الفلوس واعيش بكرامتي. محدش يسقف ولا عاوز منكم حاجه. اتفضل يا احمد احكي لي قصه شيقه. هموت واعرف صاحبك كان نايم على انهي جنب. يا عم خلاص شفتك مولع الكشاف اتكلم. ايه وحشنا صوتك. هو لما عرف خرج. ايه ده في هتف ولا ايه؟
انت بتشتغل ايه يا احمد؟ مراجع حسابات. اتفضل يا احمد، احكي لي القصه. كنا في المصيف وكان نايم بس بيحط رجل على رجل وهو نايم. لا اله الا الله، بيحط رجل على رجل وهو نايم؟ تنك جدا. هو المشكله ان هو بيتقلب وهو حاطط رجل على رجل برضه. المشكله ايه؟ بيتقلب وهو نايم؟ وحاطط رجل على رجل. ده ايه ده؟ تمساح؟ يا شريف، my fiancé ده كريم. My fiancé doesn't like the fact that I swipe down on TikTok. يا جماعه انتوا مكتشفين العالم النهارده؟ اتولدتوا جيتوا هاي. Hi. You speak English? Yes, I speak English I fluently. don't. Please speak in Arabic. هو الفكرة انه لما بسوايب على التيك توك بعمل ريفرش وهو بيحبش كده. ماي فيونسي مش بيحب كده. ايه يا مجرم؟ ايه دي مشاكل عالم صفر، ده مش اول. انتوا متجوزين؟ مخطوبين؟ فيونسي مش هازبند. فيانسي ايوه. ايوه اتفضلي. بس هو بيتضايق. يعني انتوا المشكله على السوايب اللي هو ايه؟ اتفضل. ايوه هي بتعمل ريفرش. أيوة. انا عايزه تعمل سكرول تنزل لتحت. انا مش فاهم، انزل لكم. افتح التيك توك اشرح لي المشكله وانا هساعدكم. هي بتعمل ايه؟ ايوه عادي بنفتح نعمل، هي بتعمل ريفرش، تعمل ريفرش تاني. انا عايزه تنزل لتحت. ايوه. يا نهار ابيض. في اغاني ببقى عايز اسمعها، بقول لها ايه الاغنيه دي؟ تقول لي خلاص راحت. بس مش في مصلحتك حاجه بتقولها. انا مستغربه هو بيتضايق ليه يعني. يا رب يسوايبوا. اعمل ايه؟ خلاص يا رب حاجة عدلة بحق جاه النبي. يا عم اسكت. ما هي فاضية، ورقة فاضية. سمر بفرقع صواريخ في العربيات اهي. وقت ما يا ريتك ما اتكلمت يا سمر. فين سمر؟ انت اللي منوره ده؟ سمر ولا بتصوري؟ سمر ما تقتلينيش بسكوتك. فين سمر اللي بتولع في بيتها؟ والله اها. اسم الله عليكي. بص انا بحب الصواريخ جدا. وانا كمان بحب الصواريخ. بحب افرقع صواريخ من البلكونه على العربيات وهي ماشيه. اخر مره الصاروخ دخل بين الازاز والمساحات وفرقع جوه البتاع بتاع البلكونه، وكان صاروخ جوه العربيه، والصاروخ كان كبير جدا. ما اعرفش بقى العربيه انفجرت ولا حصل. بدخل اجري بسرعه. خليش الشام منور كويس ولا اي كلام؟ انا مش هكمل. انا انقى بنفسي ان انا اوصل للليفل ده. رميت الصاروخ في الراجل في لا يعني حتى ما جالكيش فضول. لا استنى. ما جالكيش، بس ما ترديش عليا. ما جالكيش فضول تعرفي ايه اللي حصل في الراجل اللي فكر لا فيه؟ الصواريخ دي بتترمى بالليل والعربيات مركونه، انت ترمي الصاروخ وتجري تدخل. هو انت بترمي الصاروخ دي من البلكونه؟ من البلكونه. انت هتقف تراقب انت ساكنه فين؟ معادي.
ايوه طبعا. انت عارفه احنا عندنا لو ايه لو ايه؟ لو حد رمى صاروخ من البلكونه هيحصل ايه؟ ما حدش يشوفك. انت ترمي وتجري، انت هتقف له. انت هتسمعه. ذكريات مجرمه ده ايه ده؟ لا المهم ما نتمسكش. في مرحله من حياتي كنت بتشارك العربيه انا وجوزي. المشكله ان كان في مشكله في المارش. كان ممكن تسحب المفتاح وتفضل شغاله. جوزي اخذ العربيه وبعدين ادهاني. بس اخذ مفتاحه معاه وهي شغاله. ونسيت احط مفتاحي وطلعت، بس للاسف بطلت مني طلعت الكوبري ما لقيتش مفتاحي. بس روضه عادل. ايوه. فين روضه؟ مش غير الميكانيكي. مساء الخير. مساء النور. هي فين؟ دي لسه صاحيه، دي فايقه ان شاء الله يبقى فيها الرمق. اتفضلي حضرتك يا استاذه روضه. موقف غريب. يعني انا شكرت فيكي وخليتهم يوريك وفي الاخر رحت خلاص هنعتمده موقف غريب. خلاص لا هو غريب. انا ممكن احكي لكم ايه المواقف الغريبه اللي في حياتي؟ ايه انا كنت طالعه فعلا على الكوبري والعربيه شغاله وما فيهاش مفتاح، بطلت. ما خدتيش بالك ان مفيش مفتاح؟ ما انا بقى اكتشفت لما بطلت ومش لاقيه. هي دارت ازاي العربيه؟ مش فاهم. ما هي كان في مشكله في المارش، لما حد يشيل المفتاح بتفضل مكمله. ومين اللي شال المفتاح؟ انا. فين جوزك؟ معاكي؟ اديله المايك. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. شلت المفتاح من المارش ليه؟ ما هي كانت بتوصلني الشغل فانا اخدت المفتاح بتاعي ومشيت. فهي المفروض كانت تحط المفتاح. انت اخدت المفتاح عشان تضمن حقك يعني وتستلم العربيه؟ كل واحد عنده مفتاحه. ايه القصص دي؟ لا طيب يا حبيبتي سلام. انت بالظبط هو ده اللي حصل. معلش. مش دي كانت فتره في حياتك؟ عندك عربيه دلوقتي لوحدك؟ الحمد لله. اسكتي. لا هي نفس انا لا مش نفس العربيه، غيرنا العربيه بس عربيه هي واحده. وبعدين؟ المارش شغال كويس. خلاص ربنا يديله الصحه. الحمد لله. حلينا مشكله المارش. يا عم انا الصيانه. المشكله في المارش والله. انتوا عارفين انا خاطب. خطيبتي قاعده. لا استنى. زي دلوقتي كده كان كنت بتقدم وبنعمل خطوبه وكده حلو. فاحنا رحنا اول مره زياره عندهم في البيت علشان اهلي يعرفوا اهلها وانا اعرف اهلها واهلها يعرفوا اهلي وحلو كده. وانا كنت متخوف جدا لان انا خطيبتي فافي روشه وبتهزر وكده وحلو، فكنت متخيل ان تاخد عنها انطباع يعني ان هي مثلا لعبيه مش عارف حلو. فرحنا نتقدم فدخلنا قعدنا نملى طبعا المالي العادي اللي هو بتاع ازيكم عاملين الحمد لله تمام برضه طريقه كده حلو. وبعدين هي بتعمل شعرها كيرلي ومش عارف ايه. المهم دخلت كوين اليزابيث الله يضرب عامله شعرها كده وقالت لامي ازيك يا توم. المهم قعدت القعده اللي هي بيبقوا رجلهم عامله كده دي وقاعده عامله كده وما بتنطقش ومحدش بينكق قاعده عامله كده حلو. فالعائلات عمالين يتكلموا وبتاع ومامتها عماله بتحاول تلطف الجو هي ما فيش قاعده سندال ما بتتحركش. المهم فامي بتبريك الايس فاول جمله قالتها لها ايه؟ قالت لها يا حبيبتي شباب ايه وانت عامله ايه في الجامعه؟ سؤال لطيف. ردت قالت لها ايه؟ قلت انا خلي ده في التعليم. والله اول جمله قالت لها انا خلي ده في التعليم. فماما راحت تمام اللي هو ايه خلاص تمام. المهم ايه بيتكلموا وبتاع واصل عمر والاكل وبيحب الاكل ومش عارف ايه انا كل ده في المطبخ. حلو؟ والله ما بتقولش جمله احنا قاعدين هي انا خلقي ضيق وبتدقي اي موضوع بيتكلم. الى ان وصلنا الى اخر القعده فانا بنت اختي معجبه ان دي عروسه ومش عارف ايه فراحت قعدت جنبها وعماله بقى تدوس على بصت يعني فاختي بتلم الموقف قالت لها ايه تعالي عشان ما تضايقيهاش. قالت لها لا عادي مش عارف ايه. فراح ماما قايله لها انت بتحبي الاطفال؟ قالت لها انا خلقي ضيق مع الطفوله. رحنا قايمين واخدين الولد وطردونا بره.
لا بس والله خلاص بعد كده بقى خلاص بقوا اصحاب وخلاص ويحبوا بعض وكده. جماعه احنا خلصنا. لا ايه ده؟ جماعه احنا خلصنا. شكرا. قبل ما تمشوا في حاجه مهمه جدا لازم تحصل. استاذي ارجوك تطلع معايا على المسرح نتصور. لا تحب تاخد ورق؟ من كتر ما هو حلو وجميل النهارده. عمر. نعم. ممكن احمد امين يقول هاي بيرث داي لخطيبتي معايا بس؟ ايه؟ معلش انا هنا. استنى تعالى اقول لك على حاجه. لا استنى تعالى انا عارف حلهم. عيد ميلاد يا احمد يا امين. بقالي كتير ما اشتغلتش بس ده بمزاجي والله. ما كنتش عارف النهارده توصل ان هم هيجيبوني اعياد ميلاد. الحمد لله. انا ممكن نغني لكم هاك طب ممكن افصل عشان شكلي كده قليل ادب قوي. ممكن تاخدوا منه المايك. انا ماسك علينا زله. اعمل ايه تاني؟ نعمل ابدا او اعمل كده؟ مش هنفتح عيد ميلاد. هابي بيرثدي بغنيها وانا مكسور. خلي الناي شغال. خلي الناي شغال واحد. هابي اسمها ايه هي؟ حضرتك اسمها لولا. لولا؟ طب ساعدني طيب. اسمي لاريا. اعتماد حاجه يعني تليق على الناي. استنى لا شغلوا التاني بقى اللي فيه الكوله اللي في الاول. شغل لنا اوكي. ده هيتقال من حماس يلا. طيب. لولا. يا جماعه كل سنه ولولا طيبه. وانت طيب. وربنا مش هجيب لكم ضيوف تاني. استاذنكم نولع كشافات الموبايلات ودعونا نتصور مع بعض صوره لذيذه جميله. ارجوكم كل الناس تولع كشافات الموبايلات. لا لسه ما بقيت الكشافات تولع بس في ناس بتتذائب. ايوه. فاتوره الكهرباء هتيجي كبيره قوي. معلش انا ممكن اطلب منكم طلب؟ ممكن تعملوا الحركه اللي هي كده دي؟ كل واحد في الحياه. طيب يلا نتصور. نقعد فين؟ عند المارك. استنى عشان كانوا مديني مارك انا شلتها. هنا. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. هل ننزل يا حماني ولا نفضل فوق؟ ننزل عادي. ممكن تنزل؟ لا سكواتس. ممكن تعملوا اصوات؟ شكرا جدا نورتوا الدنيا يا جماعه ونشوفكم تاني على خير. شكرا احمد امين على راسي ان انت جيت والله. ميرسي جدا.